ده حالنا كلنا بعد الفطور. اه والله، بنأنتخ وبنريح وبنسيب كل حاجة حوالينا، وبنقعد نسمع المسلسلات وبنريح بقى، نصلي التراويح والعشاء ونريح. ده حالنا كلنا. اللي زيي يكتب لي في الكومنتات. انا واحده يا بنام يا بقعد ازقز، والله بيقزقزوا لب بره، يا ازقز لب واسمع اسمع المسلسل واتفرج على باكل اللب. انا مش عارفه ملخبطه يعني. بس قبل حاجه ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده، وتقولوا لي بتتابعوني منين، بعرف انتم منين، وكمان هتلاقوا الفيديو ده كامل على القناه. انا نفسي بعد الفطار يبقى يتبعت لي مثلا جيفت كده وبقى وافتحه كده. للاسف بيبقى ورايا مواعين. موسيقى حزينه، انا عايزه دلوقتي موسيقى حزينه بجد والله. بيبقى ورايا مواعين كتير كتير طبعا. الفطار عارفين بيبقى مواعين، سحور مواعين، وسط في نص بين السحور والفطار مواعين، كله مواعين. رمضان ده عباره عن مواعين بس يعني. ده المفروض ده شهر عباده، ده شهر مواعين والله العظيم. بس بقى المنزل دي بتغسل، بس احنا مش بنغسل بعد الفطار على فكره يعني. احنا ناس محافظه. غسلنا بيبقى الصبح، مش بنغسل دلوقتي. الغسالة دي جميلة قوي بجد، جميلة جميلة جميلة، وانا نفسي اجيبها. بس طبعا لما اجي اتجوز. ما بحبش المرحلة دي، ما بحبش مرحلة الاكل دي، ان انا كل يوم بشيل الاكل بقى وامسح واغسل اسكتوا، انا مش هتكلم. انا مش هتكلم بجد يا جماعة. يعني قولوا لي بتعملوا ايه بعد الفطور؟ طبعا الرجالة بعد الفطار في اللي بينزل على القهوة، في اللي بينزل على القهوة، في اللي بيروح يشتغل، في اللي بيروح يصلي. ف احنا بقى نصلي، يا نغسل المواعين قبل ما العشاء تأذن ونصلي بقى. عقبال ما نصلي نلاقي مواعين تاني، اللي هو انتوا بتجيبوهم منين بجد؟ نفسي في والله لازم استغسل المواعين. غسلت النهارده 5 مرات مواعين، جم منين معرفش، بس لازم يكون في مواعين. البراد ده عسول قوي بجد، عسول. بحب اللي هو البراد الكيوت قوي ده، اللي هو في عسول قوي. طب ايه ده؟ دي بتعمل ايه دي؟ يا البتاع ده عارفاه، التربو ده قديم، في احسن يعني، في اجدد. شوفوا انتوا في الصين اهو، عندنا احنا الاجدد. المفرش عسول، احنا هنقيم. مفرش عسول، والمكوة بردك دي جميلة وعسولة، ان انا نفسي اجيبها. خطيرة. اه نضفي البلاعة. بس كده يا جماعة، الفيديو خلص واشوفكوا على خير.